ده واحد من اجمد الموبايلات في الفئه المتوسطه العليا، تصميم شيك، مقاومه عاليه للميه، شاشه فخمه هربانه من الفلاج شيب، معالج من كوالكوم، كاميرات مع زايس، وبطاريه ضخمه 6000 ملي امبير، وشحن سريع 90 واط. وده الفيفو في 50، احدث موبايل من فيفو في الفئه المتوسطه العليا بتوليفه مواصفات اكيد هتعجبك. خلينا في فيديو النهارده نعرف كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الموبايل ده، مميزاته وعيوبه، وبالمره نشوف التطويرات اللي حصلت في الموبايل ده مقارنه مع الفي 40 القديم، الموبايل اللي كان مميز وبحبه قوي الموبايل ده، بس خلاص الجديد وصل. فزي ما انت متعود دلوقتي، لايكك الجميل، ما تنسوش في الايام المفترجه دي دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب، ويلا بينا نبدا المراجعه. فيفو دايما تصميماتها مختلفة عن بقية الشركات، مش بتقلد حد، ماشية كده في حتة لوحدها. أول ما فتحت علبة الفي 50 عجبني جدا اللون الأزرق ده، أنا بحب عموما اللون الأزرق بالدرجة دي، بس اتصدمت إن الموبايل لامع ومريح حرفيا وبيلم بصمات بشكل عجيب وغريب. كنت لسه هتقفل منه لحد لما في إضاءة كده جت على الموبايل من بعيد، لقيت دوتس كده أو نقط بتتحرك على جسم الموبايل من جوه. أنا استغربت، جت في دماغكم إزاي الفكرة دي يا فيفو؟ بصراحة التصميم صايع ومطرقع جدا، يعني من اروش التصميمات اللي انا شفتها الفتره الاخيره. انا كنت متعود من فيفو على الظهر بيغير لونه، لما تطلع في الشمس تلاقي الموبايل غير لونه زي الفي 40 قديم وزي الموبايلات فيفو عموما اللي شفناها في اخر كام جيل كان بتغير لونها. انما اضاءه تيجي جوه الاستوديو الاقي حركه روش على ظهر الموبايل، بصراحه دي حاجه جامده وجديده ومختلفه. ولو مالكش يا عم في الحاجات الروشه والافوره والكلام ده، فعندك لون رمادي ساده خالص بيزك ما فيهوش اي افتكاسات متاح من الفي 50. شكل الكاميرا الخلفيه ما زال مميز، دايره كبيره فيها عدستين التصوير، تحتهم بقى فيه الاورا لايت اللي حجمه كبر شويه مقارنه مع الجيل اللي فات. وعموما الموبايل من بعيد هويته معروفه، ده موبايل فيفو مش مقلد اي حد. ظهر الموبايل هنا من الازاز والفريم من البلاستيك، وتقل حاجه بسيطه عشان البطاريه بقى 199 جرام، ولكن ما زال محافظ على التخانه القليله اللي هي 7.7 مللي، تخانه كويسه بالنسبه للبطاريه 6000 ملي امبير موجوده جوه جسم الجهاز ده. وطبعا معاك جراف في العلبه شفاف مع اللون الازرق علشان يبين الشياكه والحركات اللي بتحصل على ظهر الموبايل. وكالعاده فيفو ما زالت محافظه على اعلى مقاومه ميه، اي بي 68 واي بي 69، اللي هي يعتبر من اوائل الشركات اللي بدات بالمقاومه دي في الفي 40 لو تفتكروا. ما زالت محافظه على نفس المقاومه العاليه دي في الفي 50. ما تقلقش تماما لو الموبايل ده وقع جوه الميه او انت وقعته بايدك جوه الميه العذبه، اكيد مش هيحصل له اي حاجه، والتقفيل كويس جدا. وكمان المميز في الجيل ده ان اتضاف فيه ميزه التصوير تحت الميه، الميزه اللي ما كانتش موجوده في الفي 40 القديم واللي هنتكلم عنها اكيد في جزء الكاميرا. عاوزك تقول لي رايك دلوقتي، شايف مين تصميمه احلى، الفي 50 ولا الفي 40؟ شاشه الفي 50 بحجم 6.77 بوصه اموليد فول اتش دي بلس بتردد بيوصل ل 120 هرتز. الشاشه دي لما بصيت لها اول مره حسيتها فعلا ان هي هربانه من موبايلات اغلى منها، فئه الفلاج شيب، لان الشاشه دلوقتي بقى فيها كيرف خفيف من كل الاطراف، مش يمين وشمال بس، لا فوق وتحت كمان. فهتحس لما تمسك كده الموبايل قدام عينيك ان الشاشه بارزه عن جسم الموبايل، احساس انا مش هعرف اوصفه لك الا لما تمسك الموبايل في ايدك. وكمان المميز ان الكيرفات اللي موجوده حوالين الشاشه كيرفات خفيفه جدا، مش هتضايقك تماما وانت ماسك الموبايل وبتستخدمه في ايدك، مفيش اي اوامر غلط هتحصل على الشاشه. الشاشه دي بالنسبه لي افخم واحلى كتير من شاشه الفي 40 القديم اللي كانت شاشه تحسها جايه بالطول كده، شاشه رفيعه طويله، والايدج او الكيرف اللي كان يمين وشمال كان حاد شويه، فممكن تكون كانت رخمه في الاستخدام لبعض الناس. فالموضوع ده اتحل تماما، وشاشه الفي 50 فعلا انضج واحلى في الاستخدام. وده طبعا غير الحواف اللي بقت اقل بشكل واضح في الفي 50 عن الفي 40. وما زالت جوده شاشه الفي 50 ممتازه في الفرجه على الفيديوهات، هتلاقي الوان كويسه، التفاصيل مقبوله، الكونتراست بتاع الشاشه حلو، وكمان داعمه للاتش دي ار 10 بلس. ما حسيتش باي مشكله في تجربه الشاشه دي تماما، شاشه عينك هترتاح لها، وتقريبا دي نفس تجربه شاشه الفي 40 القديم من ناحيه الالوان. ولكن في نقطه لازم تكون عارفها، الفي 40 كانت شاشته بريزوليوشن 1.5K، اعلى حاجه بسيطه من فول اتش دي بلس. دلوقتي الفي 50 بقى فول اتش دي بلس، مفيش 1.5K. انا مش عارف بصراحه فيفو عملت كده ليه، هي مش فارقه قوي في الاستخدام، وكده كده معظم الناس كانت بتخلي الشاشه على فول اتش دي بلس عشان استهلاك البطاريه، ولكن دي ملحوظه برضو ايه لازم تكون عارفها. من ناحيه السطوع الفعلي، فالمفروض الفي 50 بيوصل 4500 نتس فعلي تحت الشمس في رينج
1200 1300 نتس. لما جربته لقيت ان الشاشه بتتشاف تحت الشمس كويس جدا، ولما قارنته مع الفي 40 القديم لقيت فيه تحسن كده بسيط في قوه اضاءه الشاشه، اعلى في الفي 50 شويه عن الفي 40. وبالنسبه للحمايه فالموبايل ده عليه حمايه اسمها دايموند شيلد جلاس، ودي حمايه قويه على فكره. الموبايل ده وقع من ايدي كتير ما حصلوش حاجه على الوش وعلى الظهر، فما تقلقش خالص. الشاشه هنا عليها حمايه كويسه جدا، وكمان بتيجي في العلبه متركب عليها سكرين. بالنسبه للاداء فيفو استخدمت معالج من كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 تكنولوجيا 4 نانو. ده معالج طبعا داعم لشبكات الجيل الخامس، مع 256 جيجا ذاكره تخزين من نوع يو اف اس 2.2، مع 12 جيجا رام بيزيدوا 12 كمان بالسوفت وير، مع احدث واجهه لفيفو المبنيه على اندرويد 15. ولازم تكون عارف ان ده ثالث موبايل من فيفو يجي بنفس المعالج ال 7 جين 3، الفي 30 ثم الفي 40 ثم الفي 50 دلوقتي بنفس المعالج. والمعالج ده بيأدي على فكره بشكل كويس جدا وممتاز جدا في الفئه المتوسطه. ولازم تكون فاهم ان انت هتسمع الفتره اللي جايه معالج بقى من كوالكوم اسمه 7 اس جين 3، هينزل في موبايلات كتير في الفئه المتوسطه العليا. وما تفتكرش ان ال 7 اس جين 3 اقوى، لا، المعالجين بنفس الاداء تقريبا. فما زال الفي 50 بيقدم اداء يومي كويس قوي، جهاز سريع بشكل كافي، مفيش اي حاجه هتضايقك في التجربه. طيب انت مش مصدقني؟ ممكن تسال اي حد معاه موبايل فيفو في 29 في 30 في 40، قول له اخبار الموبايل معاك ايه، هل بدا يهنج، هل حصل مشكله معاك في الاداء، ولا الموبايل ثابت ومستقر على نفس السرعه من يوم ما اشتريته. لو هتسالني بقى كان نفسك فيفو تطور ايه في الموبايل من ناحيه الاداء، هقول لك سرعه ذاكره التخزين اليو اف اس 2.2 اللي اقل من كل المنافسين. المفروض ان هي كانت تبقى يو اف اس 3.1. هي مش مقصره في سرعه الجهاز لوحده كده، ولكن انا كنت احب اشوف اي تطوير، يا اما في سرعه ذاكره التخزين يا اما في معالج اقوى حتى. بس انا مش عارف بقى هم كانوا هيختاروا معالج ايه من كوالكوم يكون سعره مقبول، مش غالي قوي، ما يرفعش من تكلفه الجهاز. وهم حبوا اكيد يفضلوا مع كوالكوم، ما راحوش لميديا تك اللي عندها معالجات اقوى وفي نفس الفئه السعريه. وانا جربت سرعه الفي 50 جنب الفي 40، مفيش فرق كبير بينهم في الاداء، نفس المعالج والسوفت وير. لان بالمناسبه الفي 40 اتحدث لاندرويد 15، الشركه كانت سريعه في تحديث الموبايل ده. ممكن تحس في بعض برامج ان في 50 انشط، حاجه بسيطه قوي لا تذكر. بالنسبه للالعاب فالفي 50 بيشغل ببجي على 60 فريم، ده المتعارف عليه من المعالج ال 7 جين 3، وهتاخد تجربه مستقره مفيش مشكله. وما تقلقش خالص من سخونه الموبايل مش بيسخن قوي، وغرفه التبريد اللي فيه محترمه. بصمه الموبايل هنا تحت الشاشه وادائها سريع جدا جدا، والانيميشن بتاع البصمه بصراحه عجبني قوي. والموبايل فيه ان اف سي مايك اضافي لعزل الدوشه، وفي خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، بس استغربت ان هي هنا بتشتغل شويه وتفصل، ما فيش اوبشن ان انا افضل مشغلها على طول، عن البطاريه 6000 يعني يا فيفو. بالنسبه لصوت الموبايل فهو ستيريو عالي، وخلينا كده نسمعه سوا. تفتكر $300 او حوالي 15000 جنيه يجيبوا لك موبايل جديد عامل ازاي؟ حقيقي انا زعلان شويه وانا بعمل الفيديو ده، لان الاختيارات المتاحه الصوت كويس، درجه العلو معقوله، مش اعلى صوت ستيريو ولكن كويس جدا، وكالعاده مفيش مدخل سماعه 3.5 مللي، وسنسور التقارب اللي بيقفل الشاشه على ودنك اثناء المكالمات شغال زي الفل. وجربته تجربه مطوله ولقيته بيستجيب وبسرعه جدا من غير اصلا ما الشاشه تلمس ودنك. وبالنسبه لقوه الشبكات سواء اتصال او واي فاي فهي ممتازه جدا في الموبايل ده، ما واجهتنيش فيها اي مشكله. جربت الاي اي ايريزر بتاع فيفو اللي بيمسح اي حاجه من الصور مش عاجباك، ولقيته سريع ومش بيغلط، رايق بصراحه عجبني. واهم ميزه موجوده في الموبايل هي البطاريه الضخمه ال 6000 ملي امبير، وتقريبا ده اول موبايل في الفئه السعريه دي اجربه ببطاريه 6000، اجربه فعليا مش ينزل يعني. ولقيت ان الموبايل البطاريه بقت اجمد من الفي 40 اساسا اللي هو كان جامد، ممكن تكمل معاك دلوقتي لتاني يوم من غير شحن، ودي حاجه ممتازه جدا. معاك شاحن سريع 90 واط جوه العلبه، بيجي جواها، مش هتشتري لوحده، بيشحن لك البطاريه الضخمه دي في اقل من ساعه. ونختم بالكاميرات، عندك 3 عدسات 50 ميجا بكسل بالتعاون مع زايس. الاساسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.9 بمثبت بصري، والثانيه 50 ميجا بكسل للتصوير الواسع فتحه عدسه 2.0، والسيلفي 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0. كارقام ما اختلفتش عن الفي 40، ولكن اللي حصل ان العدسه الرئيسيه في الفي 50 اتغيرت، بقت 23 مللي مش 24 مللي زي الفي 40، والسنسور نفسه بتاع العدسه كبر شويه عن الفي 40. دي تفاصيل صغيره قوي كده محدش بيقولها لك.
الموبايل لسه ما فيهوش عدسه تيليفوتو، ولكن بيصور بورتريه بثلاث ابعاد بؤريه 23 و35 و50 مللي. وعندك 3 ستايلات لتلوين الصور العاديه، وانا بيعجبني فيهم الفيفيد واللي كنت معظم الوقت مشغله. وميزه اللايف فوتو بقت موجوده في الكاميرا بتاعه الفي 50 اللي هي تخليك وانت بتتصور صوره او بتصور حد مثلا بيتحرك جامد، هيبقى عندك صوره واحده فيها اكتر من فريم باكتر من صوره تختار منهم اللي يعجبك. وكمان اضاف ميزه التصوير تحت الميه بقت موجوده في الفي 50 واللي بتوقف تاتش الشاشه خالص علشان ما يعملش اوامر غلط وانت بالموبايل جوه البسين مثلا هتصور صور وفيديوهات من خلال ازرار الصوت، هتقفل الشاشه من زرار الباور، وفي حته تحت كده على تاتش الشاشه هتفضل دايس عليها دوسه مطوله علشان تقدر تخرج من المود ده. وبعد ما تخرج منه هيقول لك انت عاوز تخرج الميه من السبيكر ولا لا. انا هقول له ماشي خلينا نخرج الميه عشان نسمع الصوت سوا. الميزه دي طبعا موجوده في الموبايلات الجديده بتاعت شركه BBK كلها، فبقت موجوده في الفي 50. والموبايل بيقدر يصور فيديو 4K 30 فريم بكل العدسات اللي فيه. خلينا نشوف دلوقتي الاداء الفعلي لكاميرات الفي 50 وهل في تحسن جنب الفي 40 ولا ايه الكلام. كاميرات الفي 50 مميزه في الفئه المتوسطه العليا. فيفو خلاص حطت رجلها وسط الموبايلات اللي بكاميرات حلوه تعرف تعتمد عليها بفضل العدسات المحترمه والتعاون مع زايس. واحلى حاجه طبعا تصوير البورتريه اللي هنا موجود بثلاث ابعاد بؤريه. لما قارنت الصور مع الفي 40 لقيت تحسن نسبي بسيط لصالح الفي 50 في معالجه اضاءه الصوره والسكين تون ساعات واللون الاسود. ما زالت الستايلات المختلفه للبورتريه موجوده علشان تقدر تغير شكل العزل في الباك جراوند. طبعا الفرق مش كبير بين الموبايلين تماما في التصوير، كده الفي 40 كان على وضعه والفي 50 جاي يكمل وراه بنفس نظام التصوير تقريبا بدون اي تغيير جذري. التصوير في اضاءه داخليه وبالليل كويس جدا في الفي 50 وبتقدر تستخدم الاورا لايت علشان ينور الصور شويه لو حابب. والفي 50 دلوقتي بقيت تقدر تتحكم في شده اضاءه الاورا لايت بشكل يدوي، ده غير ان حجم الاورا لايت نفسه كبر شويه. التصوير العادي مباني لاندسكيبس معظم الوقت كنت بستخدم مود الفيفيد، ده اكتر واحد متوازن وعجبني. الصور مليانه تفاصيل مع معالجه حلوه زيه زي الفي 40 اللي كان ممتاز. وما ننساش العدسه الالترا وايد الممتازه ال 50 ميجا بكسل اللي بتطلع صور واسعه بتفاصيل كتير واللي دايما مميزه في موبايلات فيفو فئه في. ونروح للسيلفي اللي برضو حصل عليه تاتش خفيف قوي في المعالجه، بقت احسن حاجه بسيطه في في 50 وده واضح في اللون الاسود في الشعر والدقن، هتلاقيه منطقي وواقعي اكتر في الفي 50 عن ال 40، وممكن تحس تحسن نسبي في السكين تون او لون البشره. بصوا من الاخر بعد ما جربت كاميرات الفي 50 فتره اقدر اقول لك ان هي كاميرات قويه وتنافس بشكل قوي وفيها تحسن نسبي عن الفي 40 القديم في المعالجه. واسيبكم دلوقتي مع تصوير الفيديوهات. بالنسبه لتصوير الفيديوهات بالفيفو في 50، فالموبايل زي ما قلت لكم بيصور على 4K 30 فريم في الثانيه بكل العدسات. انا دلوقتي بختبر معاكم العدسه الرئيسيه ونشوف جوده تصوير الفيديو والثبات والدايناميك رينج والتفاصيل. هل هو موبايل جامد في الفئه المتوسطه العليا في تصوير الفيديوهات ولا ايه الكلام؟ انا شايف الجوده كويسه جدا على شاشه الموبايل، وبالمره نشوف مقارنه مع الفي 40 القديم اللي كان مميز في تصوير الفيديوهات بالكاميرا الخلفيه، في تحسن لصالح الفي 50 ولا زي الفي 40. بالنسبه للسطوع فانا شايف دلوقتي شاشه الفي 50 احسن حاجه بسيطه عن الفي 40 وانا واقف بقالي فتره بصور تحت الشمس. وخلينا برضو نختبر المايك الاضافي لعزل الدوشه اللي اكيد طبعا موجود في الفي 50 زي ما كان موجود في الفي 40. ودي كده تجربه لتصوير الفيديو بالليل بالفي 50 جنب الفي 40. هنشوف هل في تحسن في جوده تصوير الفيديو بفضل السنسور الاكبر شويه حاجه بسيطه في الفي 50 عن الفي 40 ولا في الاخر النتيجه الاثنين زي بعض. دي الحاجه هنشوفها لما نحط الفيديوهين على نفس الشاشه ونتفرج عليهم. وبالنسبه لتصوير السيلفي فانا دلوقتي بجرب معاكم الفيديو على 4K 30 فريم بالفي 50 جنب الفي 40، وهتلاحظ تحسن بسيط قوي في السكين تونز في الفي 50 عن الفي 40، ولكن لسه العيب الرخم بتاع ان مفيش ثبات اثناء تصوير الفيديو السيلفي. لازم تنزل بالجوده لحد 1080 علشان تلاقي ثبات، ولكن المميز انك معاك جوده فيديو سيلفي نفسه 4K محترمه جدا وواسعه كمان على 0.8x. بالنسبه للسعر ما كانش اتحدد وانا بصور الفيديو ده، اسيب لكم السعر الرسمي في اول كومنت تحت، ولكني اتوقع على النسخه ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 25000 جنيه، وينفع تشغل شريحتين اتصال، ما ينفعش تركب كارت ميموري. ونسخه مصر اخيرا بتدعم الاي سيم، صنع في مصر، ضمان محلي، زيرو ضرايب. رايي النهائي الفيفو في 50 واحد من افضل موبايلات الفئه المتوسطه العليا اللي انت ممكن تشتريها. فيفو خلاص عرفت تبقى موجوده
موجوده في الفئه دي دايما بموبايل ممتاز من فئه في. الموبايل بيقدم تصميم شيك ومختلف عن كل المنافسين، مع اعلى مقاومه ميه، مع كاميرات حلوه فعلا تقدر تعتمد عليها، مع بطاريه ضخمه هي الاكبر وسط اخواته من شركه بي بي كي، مع شحن سريع 90 واط، مع شاشه فخمه عينك تحب تشوفها، صوت ستيريو كويس، سنسور مكالمات تمام، شبكات تمام، وبصمه سريعه تحت الشاشه. عيوبه بالنسبه لي مازال ما فيهوش عدسه تصوير تيليفوتو للبورتريه البعيد وللزوم البعيد، ولكن هو بيصور بورتريه 2 اكس من خلال العدسه الرئيسيه بشكل مقبول جدا. وذاكره التخزين ما زالت من النوع اليو اف اس 2.2 ودي مش اسرع حاجه. مش هقول على المعالج ده عيب، هو منافس لاونر 200 والسامسونج اي 56 وريدمي نوت 14 برو بلس وريلمي 14 برو بلس اللي لسه هينزلوا، ولكن اقل طبعا من الرينو 13. وفي الاخر زي ما شفنا طول الفيديو، الفي 50 يعتبر تطوير عن الفي 40 في شاشه شكلها افخم بسطوع اعلى ولكن بدقه اقل، مع دعم الاي سيم، بطاريه اكبر، سنسور كاميرا خلفيه افضل، مع اضافات في التصوير زي اللايف فوتو ووضع التصوير تحت الميه. وبس كده، احب اشكرك جدا لو انت وصلت معايا للنقطه دي، لان احنا كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. كده تتاكد ان انت عملت اللايك الجميل، تكتب لي كومنت حالا وتقول لي ايه السعر المنافس اللي لو الفيفو في 50 نزل بيه هيكسر الدنيا في الفئه المتوسطه العليا. اتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا اول مره على اليوتيوب، وفعل زر الجرس علشان تشوف مراجعات ومقارنات جديده للموبايلات اول باول. كان معاكم احمد سعيد من موقع موبيزل، سلام. بالمناسبه حبيت تشوفوا مقارنه في 50 مع مين في الموبايلات المتوسطه العليا الجديده؟ مستني رايكم. سلام. نرمي كده، استحمل والله. يا مجنم. ماشي.